بعد الحلقة بتاعت النهاردة هتتعلم ازاي تقول no او انك ترفض طلب او دعوة politely او بأدب، لان الموضوع مهم جدا. يلا بينا. اول بديل معانا واللي انا بستخدمه وبكثرة هو I wish I could. تبقى برنس كده في نفسك وانت بتقول للواحد I wish I could بدل ما تقول له no. خلينا اديك مثال. واحد مثلا صاحبك بيقول لك Do you wanna join us on this trip؟ انت عاوز تنضم لينا في الرحله دي، فانت مثلا مش فاضي او عندك حاجه ومش عاوز تقول له نو كده مباشره، عاوز تقولها بطريقه شيك ومؤدبه، فتقول له I wish I could but I have a lot of work. I wish I could but I have a lot of work. تاني بديل معانا لنو بأدب وبشياكة هو I would love to. واحد صاحبك بيقول لك Can I meet you tonight؟ فأنت عاوز تقول له Oh I would love to. أنا حابب جدا. But وتقول بقى السبب. But I have a meeting tonight. I have another meeting. تالت بديل معانا هو Unfortunately I can't. وركز معايا في نطق Unfortunately. تي مع اليو كده تش. Unfortunately I can't. Unfortunately معناها لسوء الحظ. لسوء الحظ أنا مش هقدر. معانا كمان expression أو مصطلح take a rain check on، وده معناه انك برضه بترفض، بس ده idiom. اوكي، بترفض برضه بطريقة مؤدبة. I have to take a rain check on tomorrow's appointment. انا مش هقدر اجي الميعاد بتاع بكره. وممكن كمان تقول بمنتهى البساطة I'm afraid I can't. اوكي، afraid هنا معناها اخشى ان انا مش هقدر اجي، انا خايف ان انا مش هقدر اجي. واخر بديل معانا ممكن كمان تقول لما تحب ترفض دعوة او طلب من حد Sadly I have something else. للأسف sadly هنا معناها زي للأسف أنا عندي حاجة تانية أو حاجة تانية أعملها. Sadly I have something else. ابتدي استخدم البدايل دي النهاردة وهتبان مؤدب جدا لما تيجي ترفض حاجة بدل ما تقول no. Thank you وخليني أشوفكم على خير. سلام.